يا مساء الخير والجمال عليكم، حلقة جديدة وسيشن جديدة بودكاست فري ثيرابي. بقى نسكافيه ويلا بينا. وانا بحضر الحلقة دي سألت نفسي هو انا ازاي ما اتكلمتش في الموضوع ده قبل كده، مع انه سبب رئيسي في نوبة الزعل والقلق اللي احنا عايشينها. الرضا يا جماعة، الرضا. احنا غالبا نسينا المصطلح ده. بقالنا حوالي 10 سنين إن ما كانش اكتر. محدش راضي. محدش راضي بالنعم اللي ربنا اداهاله، ولا راضي باختيارات ربنا ليه دايما، سواء منحة أو محنة. مش راضي. محدش راضي عن عيشته، ولا أهله ولا شكله ولا حياته. محدش مقدر اللحظة اللي عايشها. مش مدركين أبدا إن اللحظة اللي بتروح دي مش بترجع تاني. اعتدنا النعم وبقت عادي. فخلينا نتكلم باستفاضة أكتر عن الموضوع. أولا، الرضا بالأشياء وبالأقدار ده مش معناه أبدا إنك محبط ولا مستسلم ولا ما عندكش طموح. بالعكس، إنك ترضى باللي ربنا كتبه لك، ترضى بالنعم اللي ربنا بعتها لك، هيخلي ربنا يضاعفها لك. مشكلتنا إن إحنا ما بقيناش نشوف النعم دي، ما بقيناش نحس بيها. إنك تصحى كل يوم وإنت عندك بيت مقفول عليك، إنت محمي من البرد أو الحر، دي نعمة. لو لسه عندك أب أو أم موجودين جنبك، حتى لو كانت صحتهم تعبانة شوية، الحركة مش قد كده، بس كفاية حسهم في الدنيا، صدقوني والله. ولو انت بتشتغل، فإن انت ليك شغل ثابت ومستقر في مكان الناس كل يوم بتيجي تعمل انترفيوز فيه علشان يشتغلوا، يبقى دي نعمة. حتى لو انت مخنوق منه أو تعبان شوية، بس الاعتراف بالحق فضيلة. ما تنكرش أبدا إن على الأقل المكان ده قدم لك فلوس جت في وقتها وسندتك. إن ليا اخواتي ونسوا حياتي ويحموني، دي نعمة كبيرة. إن ليا صحاب بيحبوني بجد وبيخافوا عليا، دي أكبر نعمة. وبلاش بقى والنبي كلام بوستات الفيسبوك بتاعت عشت عمري كله معرفتش أعمل صاحب جدع. الكلام ده فيك وإثارة جدل ملهاش أي لازمة. لأن مفيش حد في الدنيا دي كلها عايش ما عندوش حتى لو صاحب واحد جدع، حتى لو كان حد من اخواته. إن ربنا يكرمك ببيت مستقر، بزوجة صالحة وولاد مالين عليك حياتك، والعكس صحيح، دي نعمة كبيرة قوي. اليوم العادي الهادي اللي مفهوش لا أحداث حلوة ولا وحشة، والله ده أكبر نعمة. أنا في يوم من الأيام ما كنتش راضية عن حياتي. كنت بتضايق إن كل الأيام شبه بعضها، واللي بنام فيه بصبح فيه. زهقت من اليوم العادي، قلت أنا عايزة أكشن في حياتي. شفت شوية أكشن. قعدت 3 سنين في أكشن رهيب، وختمت بخسارة كبيرة قوي ليا. من وقتها اتعلمت إن لو يوم عدى وأنا بصحتي وحواليا الناس اللي بحبهم ومش ناقصين حد، يبقى دي أكبر نعمة بالنسبة لي. في نعم كتير إحنا مش بنرضى بيها ولا بنحس بيها إلا لما بنختبر فيها ونخسرها، فبنتعظ. محدش بيتعلم بالساهل، دي حكمة الحياة بالنسبة لي. مفيش حد بينضج وبيفهم الدنيا إلا لما بيجرب كتير ويقع ويقوم لحد ما بيتعلم. بقين نسكافيه. سؤال: طب احنا ايه اللي خلانا مش راضيين عن حياتنا؟ انا هتكلم في سببين. اول سبب: المقارنة. زمان كانت عقدتك لما يقارنوا بينك وبين ابن خالتك اللي دخل طب وانت دخلت تجارة، فبتكبر كاره ابن خالتك ده، حتى لو هو بني آدم كويس، بس خلاص انت اتعقدت منه. دلوقتي بقى بقينا احنا اللي بنقارن نفسنا بكل الناس. بقينا احنا اللي بنجيب لنفسنا مرار العيشة ونستغرب انها مرة. خليني اكلمك واكلمك. انت مالك بصاحبتك اللي جابت شنطة اوريجينال وانت مش قادرة تجيبيها؟ ومالك بصاحبتك اللي عملت فرحها في اوتيل كبير وجات لها شبكة ألماظ مثلا؟ وانت مالك بزميلك في الشغل اللي قفل ديل كويس وترقى عليك؟ ومالك بسلفتك اللي طلعت هي وجوزها اخدوا اسبوع في الساحل وصيفت؟ احنا مالنا؟ بجد احنا مالنا؟ تصرفاتنا دي واللي بنعمله هو سبب اننا كارهين حياتنا ومش راضيين عن عيشتنا. دي قلة ايمان بربنا. دي قلة ايمان وقلة ثقة في ربنا، ان هو مقسم الارزاق وموزعها بالتساوي علينا كلنا. والله، والله مش بتبقى زي ما احنا شايفينها. مش هي دي الصورة الحقيقية.
يمكن صاحبتك اللي عاملة فرحها في أوتيل كبير تبقى هي وجوزها ما بيحبوش بعض وهي أصلا مش مبسوطة، ولا سلفتك اللي سافرت هي وجوزها أسبوع ممكن يبقى عامل جمعية أصلا عشان يطلع السفرية دي، وانت صاحبك اللي اترقى عليك في الشغل ما يمكن هو كان محتاج فلوس بجد لما قفل الديل ده وأخد الترقية عشان يعمل عملية لابنه، أو الشنطة الأوريجينال اللي هي جايباها دي تبقى مقسطاها. فانت قبل ما تكره عيشتك، قبل ما تبقى ناقم على حياتك بسبب الحاجات اللي انت بتشوفها حواليك، افهم. افهم وما تحكمش على حياة الناس من بره زيك زي أي حد، لأنه والله كمان مرة اللي احنا بنشوفه ده مش هو الحقيقة. ده غير بقى إن في حاجة تانية أنا مقتنعة بيها، مفيش حاجة اسمها أنا لما أوصل للحاجة الفلانية أو لما أحقق الحاجة الفلانية هرتاح وهرضى. محدش بيرضى، حقيقي محدش بيرضى. يعني مثلا لو انت دلوقتي نقلت من أندرويد لآيفون، نقلة نوعية رهيبة، فكرك انك هترضى؟ لو انت مثلا جبت ال14 تمام، اول ما بينزل ال15 هتجيبه، طب اول ما بينزل ال16 لازم تجربه، نزل ال17 اخر حاجة، انت هتموت وتمشي باللون الاورنج اللي مجنن الناس، مع اني مش شايفة بصراحة يعني ازاي البني ادم يمشي بلون زي ده مع ان في الوان كتير احلى، بس ما علينا. فهي كده الحياة، البني ادم مش بيرضى ومحدش بيرضى، مع انك كنت هتتجنن وتمسك اي ايفون، بس الرغبة في التطلع الدائم ملازمة. بقين نسكافيه. مع ان والله السعادة الحقيقية والرضا مش بكل الحاجات دي. يعني احنا معظمنا ممكن ياخد اجازة مصيف اسبوع ويسافر في اي حتة عامة، تحضيرات بقى ولبس جديد وبننزل نعمل شوبينج، كل التفاصيل دي حلوة. بس اكلمكم عن احساسي انا مش عارفة في ناس كتير بتحس اللي بحسه ده ولا لأ. اكيد بتبسط وبيبقى تغيير جو وحاجة مش كل الناس تقدر تعملها، فالحمد لله لان دي برضو نعمة، بس مش السعادة العارمة بقى اللي انا ببقى متخيلها. يعني يمكن الاستمتاع اكتر في الرحلة اكتر ما بتوصل المكان، او يمكن زمان كانت الحاجات ليها طعم تاني مش موجود دلوقتي. بس انا كمنة، انا سعادتي في حاجات ابسط من كده بكتير. جماعة، قعدتي في بيتي في هدوء بمج النسكافيه بتاعي بتفرج على مسلسلي المفضل، انا بأمتلك الارض وما عليها. دي جملتي لما بكون مبسوطة، ان انا بمتلك الارض وما عليها. الماميز الجداد، انا متأكدة ان وقت ما البيبي ينام تخش تاخدي شاور وتيجي تقعدي في فنجان القهوة بتاعك، ده بالدنيا عندك. انا شفت كتير في حياتي عودني اني ارضى بابسط الاشياء، وعلى فكرة الشعور ده ما بيجيش في يوم وليلة، انت لازم تجرب كل متع الدنيا، الغالية والرخيصة البعيدة والقريبة، لحد ما بتلاقي ان السعادة اللي بجد مش في كل دول. السعادة الحقيقية في لحظة ما بتقرر انت هتتبسط ولا لا. انتوا عارفين ايه تاني سبب يخليك مش راضي عن حياتك؟ هو ده، التليفون. خلينا نتكلم بصراحة مع بعض. عن نفسي لو مثلا بصحى في اليوم 12 ساعة أو ما كانش أكتر، 10 ساعات منهم ماسكة التليفون. بصراحة يعني ماما مش سامعانا دلوقتي، 10 ساعات بمسك التليفون، والساعتين التانيين بعمل أي حاجة برضو وأنا مشغلة الموبايل جنبي، بسمع بودكاست، بتفرج على مسلسل. فالموبايلات في إيدينا طول الوقت. في السوشيال ميديا في تيار قوي جدا اسمه البلوجرز والإنفلونسرز. الناس دي عايشين قايمين نايمين معانا، احنا مش بس بنتأثر بيهم، هما مش مجرد انفلونسرز، احنا بنتغير كليا بسببهم، لا أحسن بقى أو لأوحش، انت مقياس نفسك في الحتة دي. وهقولها تاني، لسه قايلها من شوية وقلتها في حلقة في السيزون الأول، والله اللي بنشوفه ما حقيقي، اللي بنشوفه ده جزء بسيط جدا من حياتهم، الجزء الحلو. محدش بينشر خيبته ومحدش بيتكلم عن الوحش اللي في حياته، وحتى اللي بيظهر مساوئ حياته أغلبنا بنقعد نقول ده بيعمل ترند، ده عايز يجيب ريتش، وهكذا. مع احترامي الكامل لكل الناس دي، في منهم ناس على فكرة أنا بحبهم وبجد بتابعهم، بس اللي هما بيعملوه ده شغلهم، ده شغلهم. معظم الحاجات اللي عندهم دي دعاية، هدايا علشان يتكلموا عن البرودكتس دي، فدي هدايا. السكين كير الكتير قوي اللي انتي بتشوفيه عندهم كلهم معظمه مش بتاعهم، معظمه هدايا. البرفيومز الكتير اللي تلاقي واحدة عندها 100 نوع وتطلع تتكلم عليهم كلهم، 60% منهم مش بتوعها. ونسبة كبيرة من اللي بيعملوا أفراح كبيرة وبيبقى فيها شغل كتير، الحاجات دي معظمها بتبقى هدايا ودعاية. فما تخليش كل اللي بتشوفيه ده يأثر عليكي،
إلا من رحم ربي القلة القليلة جدًا، جدًا، جدًا اللي ما بتعملش إعلانات والحاجات دي فعلًا بتاعتها، فبيبقى هم ده الlifestyle بتاعهم وهم ماديًا عاملين كده، فبرضه ما تتأثّريش بيهم وما لكيش دعوة، لإن مش هو ده الطبيعي. الطبيعي حياتنا، مش طبيعي مكالمات العقارات اللي بتيجي الstand alone villa ومش عارف الtown house اللي شكله عامل إزاي اللي ب80.000.000 اللي في الآخر 300 متر مثلًا و400 متر، ده مش حقيقة وده مش طبيعي. الطبيعي إن أغلبنا 60% مثلًا مننا الطبقة المتوسطة والفوق متوسطة عايشين في بيوت عادية يا جماعة، في شقق، بجد يعني هو ده الطبيعي وهو ده العادي. إحنا بس من كتر الناس اللي بنتابعهم، من كتر المؤثرين اللي بيأثّروا فعلًا في حياتنا، بقينا مش شايفين أي حاجة غير اللي هم بيعملوه إنها صح. خلّيني أقول لِك حاجة، حلو جدًا إن أنتِ تسمعي لهم، تاخدي منهم اللي يناسبِك، مش كل حاجة، لإن بجد والله العظيم أنا هاقول بقى الunpopular opinion بقى دلوقتي، مش كل الموضة اللي هم بيتكلموا فيها حلوة، في حاجات نازلة جديدة وحشة جدًا، جدًا، فما يتعملكيش غسيل مُخ وتقتنعي إن هو ده الحلو وده الموضة، دي مش موضة، وحشة، بُقين نسكافيه. علشان برضه أدّي الcredits في بنت شُفت لها فيديو من قريب حوالي شهر، مش فاكرة والله اسمها بس لو افتكرته هاحطه في الdescription. هي كانت بتتكلم على فكرة إن اللي بنشوفه فعلًا مش طبيعي، يعني هي كانت بتقول كده صراحةً، قالت أنا عندي لبس من 2019 بالبسه لحد دلوقتي ويمكن قبل كده كمان، بانزل بالطقم، قالت الطقم مش الoutfit، بتنزل بيه ممكن مرتين أو 3 في الأسبوع ما دام لسه كويس وما اتبهدلش، ما فيش حد واقف تحت البيت يقول إيه ده دي نزلت بطقمين مرتين ورا بعض. أنا في جملة قريتها في كتاب اللي كلمتكم فيه المرة اللي فاتت، كن أنت الشخص الذي يجعلك سعيدًا، كان بيقول: "لا أحد يكترث إليك لهذه الدرجة، افعل ما شئت." ما حدش قاعد يا جماعة مراقبنا ومتابعنا وشايف إحنا هنعمل إيه، إلا بقى لو حد معجب بيك أو بيحبك، ساعتها هيبقى متابعك، لكن في الأغلب ما حدش مركّز مع حد والله، اعمل اللي أنت عايزه. الجيل الجديد اللي ممكن أبقى أنا وبعض الصالحين فلتنا الحمد لله، عندنا نضج شوية ووعي يكفي إن مش كل اللي نشوفه نصدقه ونعمله. أنا هاتكلم أكتر علينا إحنا كبنات، لإن بجد يا جماعة المغريات كتيرة أوي حوالينا، مش زي زمان، مش زي زمان خالص. دلوقتي بقى في حاجات كتيرة أوي مؤثرات خارجية ياما تخلّيكِ مش راضية عن شكلِك، مش راضية عن حياتِك ولا حالِك. أنتِ كل يوم طول ما أنتِ ماسكة الموبايل وبتفتحي السوشيال ميديا، بتشوفي كمية حُقن بوتوكس وfillers بتتعمل في الوش، كأنها رخيصة أوي، يعني محسّسني إن الدنيا رخيصة أوي. كمية حُقن نضارة وskin booster extension في الشعر fake nails وhard gel وacrylic وحاجات كتير وmicroblading، ما فيش حد مش عامل كل الكلام ده إلا قِلّة قليلة بجد. فأنتِ من كل اللي بتشوفيه ده، ما بقيتيش حابة شكلِك من غير makeup أصلًا. ما بقيتيش قابلة شكلِك وهو طبيعي وعادي، مش مقتنعة إن في بنت ممكن ما تبقاش عاملة الحاجات دي في وشها، مش بتتقبّلي شكلِك لو عندِك حبّايتين مثلًا زي دول كده اللي قاعدين معايا بقى لهم شهر تقريبًا ومش بيروحوا، بس ما بقيتيش قابلة نَفْسِك. فإحنا في الزمن ده اللي متمسِّك بمبادئه ومحافظ على نَفْسه من المؤثِّرات الخارجية، جبل، بجد جبل. أنت عارف إن إحنا مش لازم أبدًا نسعى للمثالية أو الكمال، مش هو ده اللي هيحقق لك الرضا والسعادة في حياتك، صدّقني. أنا في فيديو عملته من حوالي 4 أو 5 سنين كده كنت في أوائل الجامعة، كنت باقول مش لازم أبقى مثالي، يكفي إني راضي عن حالي. فسر السعادة الرضا، الرضا وإن أنت تحس بقيمة كل حاجة في حياتك، وصدّقني لو حسيت بقيمة كل حاجة من أول اللحظة البسيطة لحد المنحة الربانية الكبيرة، هتهدى وترضى وبالك هيرتاح. بُص في ورقتك، ما لكش دعوة بورقة اللي جنبك، أنت ما تعرفش ربنا لمّا ادّى للشخص ده النعمة اللي أنت بتحسده عليها، أخد منه إيه تاني قصادها. بُقين نسكافيه. يالّا بينا على آخر فقرة. لأ، بطعم الفلامنكو. لو عايزين تاخدوا screenshot أوكي. ميزة الكتاب ده أو ميزة كل كتابات دكتور محمد طه عامةً، إن هو دكتور نفسي psychiatrist، فبيتكلم في المواضيع بصيغة نفسية، بيحلل النفس البشرية من كل الجوانب في كل كتبه على فكرة، وفي مواضيع كتير بيتكلم فيها. فغير إنك لمّا تقرا هتتسلى، كمان هتستفيد وتتعلم، سواء بقى الكتاب ده سواء علاقات خاطرة، ذكر شرقي منقرض، حاجات كتير بس يمكن هم دول اللي ظاهرين في دماغي دلوقتي. أنا مش هاقرا جملة من الكتاب، بس هاقول لكم جملة مكتوبة فيه مهمة
محتاجين إن احنا كل يوم الصبح نقولها لنفسنا: صباح الخير أيها العالم، أنا إنسان طيب. محتاجين إن احنا كل يوم نتأكد ونأكد للناس إن احنا بني آدمين كويسين. هتعامل مع الناس زي ما أنا عايزهم يعاملوني. الناس بتعاملك بالطريقة اللي انت بتصدرها ليهم. أنا لو بتعامل معاك على أساس إني شخص كويس وطيب وخدوم، انت هتشوفني كده. ولو بصدر لك إني شخص مؤذي وأناني وما بحبش غير نفسي، هتلاقي الناس تاخد جنب منك وياخدوا حذرهم ومحدش يتعامل معاك. فالناس بتشوف منك اللي انت بتوريه له. خلصت الحلقة. أنا لو أقول لكم أنا قد إيه مبسوطة بالحلقة. الموضوع ده بشكل شخصي أنا كنت عايزة أتكلم فيه. حسيت إن إحنا محتاجين نهدى، محتاجين نرضى عن نفسنا ونرضى عن حياتنا. ما نستعجلش الدنيا، واحدة واحدة وكل حاجة هتيجي. فمبسوطة جدا بالحلقة دي، أتمنى تكونوا أنتوا كمان اتبسطتوا بيها. أتمنى أكون أثرت في أي حد بيسمع أو أي حد بيشوف. الحلقة اللي جاية للأسف هتكون إحنا أجازة، خلاص داخلين على العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب عيد جميل وسعيد وخير وبركة علينا كلنا. والأيام اللي احنا فيها دي كمان أيام مفترجة، الدعاء فيها بنسبة كبيرة إن شاء الله مستجاب. عايزين بقى نتبسط. أتمنى بعد الحلقة دي المايند سيت بتاعنا يتغير. أتمنى إن احنا نحس بقيمة الحياة أكتر، نحس بقيمة اللحظة، وما نسيبش أي لحظة تعدي هباء كده غير لما نستمتع بيها ونعيشها صح. كده بقى ممكن نتقابل على الجمعة اللي جاية دي، لا اللي بعدها، يعني هنبقى في أول أسبوع تقريبا من شهر 6. كنت مبسوطة جدا بالحلقة، أتمنى تكونوا أنتوا كمان اتبسطتوا بيها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على تشانل يوتيوب. هتلاقوا لينك سبوتيفاي لو عايزين تسمعوها بس أوديو في الديسكريبشن. هتلاقوا كمان بيج الفيسبوك والإنستجرام بينزل عليهم ريلز حلوة من وقت للتاني. كنت معاكم أنا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. هتوحشوني قوي، وكل سنة وانتوا طيبين.